هنالك تصريحات تتكلم عن مؤامرة، تتكلم عن أن حقيقة هذا الارتفاع مرتبطة بأجندة أمريكية تحاول إخضاع العراق إلى مفاوضات مطلع هذا العام. هذا الكلام طبعا على ذمة تحالف سياسي داخل الإطار التنسيقي. أخي أمريكا كلها أمريكا يعني الله يعني أكيد يوم أستاذ خالد أغنانا بكثير من المعلومات حقيقة، يعني المعلومات اللي ذكرها جدا مهمة. يعني كذلك أضيف يعني يوم إغلاق 4 مصارف بأمر البنك المركزي العراقي، يعني وكذلك المصارف اللي أعلن حظرها البنك الفيدرالي الأمريكي، هاي لا حقيقة تمثل 40% من المبيعات البنك المركزي العراقي، لأن هذه المصارف المحظورة هي مهمة جدا. المصارف اللي كانت اللي قبل ما تنحظر أذكر أسمائها الأنصاري، الشرق الأوسط والقابض وآسيا، هذه متهمة بتهريب العملة. كذلك المعلومة اللي أدلى بها أستاذ خالد، البنك المركزي بدأ بطريقة جديدة ونظام جديد سويفت، يعني هذا أسلوب جديد أشبه بالنظام العالمي. هذا الأمر أدى إلى رجوع العديد من الحوالات وتقليل المصارف المحلية وشراء كميات كبيرة من الدولار بسبب هذه الإجراءات المشددة اللي ذكرتها بهاي الإجراءات اللي سويفت أدت إلى هذه العملية. أرجع لسؤالك، يعني اليوم احنا حقيقة تقول ان هناك مؤامرات، ونعم لا استبعد اليوم ان امريكا هي الفاعلة الاولى. يعني امريكا اليوم هي النفط العراقي واموال النفط العراقي، يعرف استاذ خالد اين يذهب من اين ياتي، يعني هو بيد البوابة مالته بيد الولايات المتحدة الأمريكية. عندما توجه بس بنية المؤامرة، يعني بنية أمريكا تتآمر علينا لا بهذه النية. والله يا سيد العزيز لا استبعد هذا الشيء. عندما ذهب السيد السوداني إلى السعودية واجتمع وبنى تحالف جديد مع الصين مع هذه الدول وأسسوا محور جديد، هذا المحور هو ضد السياسة الاقتصادية الأمريكية، وذهبوا إلى الصين وتركوا الولايات المتحدة الأمريكية. أخ أنس أضيف لك معلومة. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية عندما أتت وعبرت البحار وعبرت المحيطات وأعطت 5000 قتيل قتلوا في العراق، هي مو جمعية خيرية اليوم وتترك العراق بهذه الطريقة وتترك الحبل السوداني يذهب. ويعني استاذ خالد هو اليوم مبتسم حقيقة متفائل، يعني أنا يعني لا تفضل استاذ خالد عندك كلام. السيد العزيز، اولا خلينا نبحث الطريقة السياسة النقدية قبل ما نبحث نظرية المؤامرة. ودائما الدول تبحث عن مصالحها، وأنا العراق أي تعامل تجاري سواء كان مع الصين مع السعودية مع أي دولة، علي أن أبحث مصالح العراق، والمصالح ليست فقط في دولة وإنما مصالح مشتركة. أضرب لك مثل. أولا ليس دفاعا عن الولايات المتحدة، أفضل قانون صدر للعراق في زمن التحالف هو قانون البنك المركزي. لو نقرأ قانون البنك المركزي من أفضل القوانين في العالم، ولكن ليس الإدارة والتعامل، الإدارة والبيع بالمزاد هو الأساس، وإنما أنا أتكلم عن قانون البنك المركزي به شروطه، وهي مراقبة المصارف الخاصة. أين هي مراقبة المصارف الخاصة؟ أنا أعطي بدل ما أكون المصارف الخاصة أعطيها سيولة للتنمية، حولت الاحتياطي النقدي الإجباري القانوني من 25% خفضت إلى 10%.